دي المدينة اللي المصريين ما يعرفوهاش. طول عمرها كانت من أهم المصايف للمصريين. المكان الوحيد في جمهورية مصر العربية اللي بيختلف جغرافيا في التربة. مع إن اسمها يمكن يكون من أشهر أسماء المدن في مصر، بس أغلبنا عمره ما شافها. مدينة لسنين طويلة عرفناها من الأخبار أكتر ما عرفناها من أهلها. قتل 8 عناصر من الأمن. معاناة اللي شاهدها أبنائنا في محافظة شمال سيناء. فمن هي الجهات التي تقف وراء الهجوم؟ لمن قدموا حياتهم ثمنا لهذا المشهد. العريش. أهلا بيكم في العريش. وعشان كده أنا جيت أقضي كام يوم هنا، آكل أكل عمري ما جربته. يحط البتنجان كده زي ما هو في النار، أشوف خيرات أرض ما كنتش أعرف إنها موجودة هنا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا إحنا حوله. وأحضر عادات وتقاليد عمري ما شفتها قبل كده. من ممشاك ولملفاك. وفي الرحلة دي اكتشفت عريش مختلفة تماما عن اللي كنت متخيله، ودي العريش اللي أغلب المصريين عمرهم ما شافوها. العريش من المدن طبعا الساحليه اللي من زمان قوي 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 كانت مصيف لناس كتير. العريش طول عمرها كانت من أهم المصايف للمصريين. باستمرار كنا طول الصيف ده تقريبا ما بتلاقيش مكان تقعد فيه على البحر من كتر المصيفين. حتى كل ما قابل حد مثلا في الثلاثينات او الاربعينات من عمره دلوقتي يقول لي يا ده العريش ده احنا كنا بنجيها زمان. للاسف مصريين كتير قوي ما يعرفوهاش، ما شافوهاش، ما جوش. ممكن نعرفها من الاسم لكن ما عشناش البلد دي ولا قدرنا ان احنا نيجي ونشوف البلد دي عامله ازاي، ولا البحر الجميل ده، ولا الناس الحلوه، ولا العادات والتقاليد. أنا من مواليد العريش يناير 52. العريش أولا مدينة تكاد يعني زي ما قرينا احنا في التوراة، زي ما قرينا في القرآن، زي ما قرينا في الإنجيل، إنه تعتبر من أقدم المدن المصرية. مدينة قديمة جدا جدا جدا، أول مدينة مصرية يدخلها الفتح الإسلامي. بس لمدينة العريش طابع مختلف، لأنها تجمع بين ناس ساكنة على البحر اللي هم الحضر، وناس ساكنين في عمق الصحراء اللي هم البدو. البلد كان فيها مشاكل في فترة ما، فكانت منع إن الناس ممكن تيجي هنا تصيف أو تشوف البلد. الفترة تقريبا من 2011 2012 لغاية 2021 تقريبا ما كانش فيه سياحة داخلية بتيجي العريش إلا يا دوب حاجات قليلة. وأنا صراحة يعني استغلت الفرصة إن أول ما الواحد قدر إن هو يجي ويشوف البلد ويعيش ثقافة، قلت لا مش هينفع افوت الفرصه دي. لما تفتكر ان انت شفت كل حاجه في مصر وتكتشف ان انت ما شفتش حاجه، جمال طبيعه زي ده انا ما كنتش اتخيل انه موجود في مصر. ما شاء الله. بين الصحراء وبين البحر بتتشكل ثقافه خاصه. الثقافة الخاصة يمكن مختلفة اللهجة شوية، يمكن مختلفة العادات شوية لقربهم من الشام، لأن قبل ما اليهود أو إسرائيل تبقى موجودة ما كانش في حدود، كانت التجارة والنقل بين مصر وبين الشام، أو الشام حتى سوريا، يعني يشمل فلسطين، يشمل لبنان، يشمل الأردن، يشمل سوريا، ده الشام. فكانت الحركة دايما هنا بيودوا ملح، بيودوا فاكهة، وبيجيبوا من هناك الغلال، ذرة، قمح، الكلام ده كله. الارتباط الوثيق ده صنع الاختلاف في اللهجة، في شوية العادات، في الكلام ده كله. الثوب الأحمر ده ثوب الفرح، بتفضل بنت تشتغل فيه لغاية لما تتجوز، وبتلبسه بعد الجواز من وهي صغيرة، لأن ده ممكن ياخد عمر. تخيل حضرتك كل غرزة من دي بحركة. لما الست تبقى أرملة مش بتلبس أي حاجة فيها أحمر، بتلبس الأزرق بس. الرسومات بقى السينوية دي يعني ده تاريخ بقى. ده تاريخ. ده يقول لك الموتيفة دي، البسكوتة دي بياضية، دي من مثلا الأخرسة، دي كذا. يعرفوا التوب من الست وهي لابساه، يعرفوا هي مين، وأرملة، مطلقة، أنسة. الأنسة مش بتلبس ألوان زاهية، بتلبس الغوامق. المطلقة أو الأرملة بتلبس أزرق سادة، دي كده أنسة. حطت النقطة الحمراء والنقطة الصفراء في الأزرق، دي بقت أنسة. أزرق سادة خالص، دي كده أنسة. ده توب بياضية خلاص، ألوان وموتيفات وشياكة. البياضية ده اللي هي القبيلة؟ القبيلة من البير العبد. كل قبيلة ليها موتيفة. البادية، غالب البادية بتنتمي إلى قبائل يعني أصلاً موجودة، كانت هجرت من الجزيرة العربية. أصول القبائل اسكندرابين أو سواركة أو تياها أو ملالحة أو حوطات أو بيلي، قبائل بدوية كلها أصول من الجزيرة العربية، قبائل تنتمي إلى القبائل اللي موجودة في الجزيرة العربية. ده توب من فلسطين. بص حضرتك الورود، الألوان دي قطع من السواركة والترابين وحاجات من فلسطين. ده التوب عمره مثلا أكتر من 100 سنة. شوف الست بقى لبسته وتداولوه،
طبعا زمان ما كانش فيه مكن ولا اي حاجه، وده بقى حد ورثه لحد حد ورثه لحد، الجده بتديه لبنتها فبقوا بيبيعوه زي الذهب. فده بيتباع بكام بقى؟ يعني مثلا ده من 3 سنين كان ب 3000 جنيه، النهارده 5 6، الاحمر ده 10 15 على حسب الموتيفه بقى والشكل. وسينا دايما معروفة بخيرات أرضها، أرض خصبة بيطلع منها أجود وأحلى المحاصيل اللي بتتميز بيها المنطقة. من الميلاد اصلا سينا ارض الزيتون. بقى الزيتون في شمال سينا او في سينا عموما يكاد يكون المحصول الرئيسي لاهالي البلده كحب تخليل او كعصير، وسينا بتنتج كميات ضخمه من الزيت ومن الزيتون، وبتتميز شجره الزيتون في سينا بمذاق مختلف عن اي مذاق زيتون في العالم، حتى عن الكلاماتا الايطالي او اليوناني، حتى عن المانزانيلو. المكان الوحيد في جمهورية مصر العربية اللي بيختلف جغرافيا في التربة، تربة في سينا غير تربة الطمي الخصب اللي في وادي النيل. المياه العذبة اللي أو الشجرة اللي بيسقى بمياه عذبة في الوادي غير المية اللي موجودة، مفيش مية نيل إلا للشرب. فبالتالي بيتم الاعتماد في سينا على ري شجرة الزيتون على حاجتين، يا آبار ارتوازية ودي بتدي له مذاق ملوحة التربة، وعلى الممطار اللي هو البعلي، مش للزيتون بس، للكنتالوب، للخيار، للخوخ السيناوي، انواع فاكهه ليها مذاق مختلف، بتديه الميه وبيديه التربه وبيديه المناخ. والتين والزيتون طور السنين، وهذا البلد الامين. بس المقصود بالبلد الامين وينبنى منه جانب مكة أصلا، لكن لما ربنا يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا إيه؟ حوله، إحنا حوله. هل تتخيل ان الملح اللي انت بتاكله في البيت ممكن اصلا يكون طالع من العريش؟ العريش من المدن اللي فيها استخراج وتكرير الملح، حاجه من الحاجات الكبيره. مش بس كده، كمان بيصدروه لدول اوروبيه، زي مثلا الملح اللي بيستخدموه على الجليد لتسييح الجليد، ده بيخرج من هنا. يعني الموضوع عظمه صراحه لما بتشوف الحاجه اصلها جاي منين. يعني انا مثلا لما كنت ببقى في انجلترا بمشي في الشوارع بشوف الملح ده وقت الجليد بيحطوه على الارض عشان يسيح الجليد لما بينزل. عمري ما كنت متخيل ان هو جاي من مصر، من هنا. واحنا في العريش حصل قدامنا موقف مش بنشوفه كتير، من ممساك ولملفاك، وقدرنا بالصدفة نوثق عادة من أقدم عادات وتقاليد أهل سينا اسمها الجاه. دلوقتي هم كده متجمعين، المفروض ان هم بيتجمعوا الاول في مكان واحد بحيث ان هم كلهم يطلعوا مع بعض. احنا النهارده عائلات مدينه رفح رايحين مركز بير العبد، قريه اسمها الخربه تحت هناك. كان في يعني واحد من اولادنا عمل حادث وهو ماشي على الطريق السريع، الدولي السريع يعني. اللي حصل بالضبط اخوي كان مسافر القاهره، كان عندنا فرح، فسافر الفجر، طلع الفجر من البيت وكده. بعد كمين جعل كده بشوي هنا عند بنزينة الوطنيه اتصل علينا الحقوني في عملت حادث والكلام هذا. جينا له من البيت لقيناه لحق يعني انه مسها في الوليه وحطها في المستشفى، قعدت 3 ايام كده وتوفت. فتوفيت اللي هي ست يعني طريق خطر، حادث طرق يعني. فاحنا من عاداتنا هنا يعني بنبدا في نشوف نلم الموضوع كعادات وتقاليد القبائل. احنا من رفح، احنا بيلعب في العريش، في الوسط، في كذا. لابد ان احنا نعمل عمليه تصفيه نفسيه لمثل هذه الحوادث، وتوصلنا الى انه نروح احنا كاهل رفح الى اهل اللي هو اللي حدث معاه الحادث هناك، العيله بتاعتهم، عشان ايه؟ كتصفيه نفسيه ليهم، ونشوف عاوزين هم ايه. في احيانا بيطلبوا مثلا ديه، والديه هذه الديه شرعيه في الاسلام، فاحنا هذه التقاليد واخدينها من الدين الاسلامي، يعني الخير في امتي الى يوم القيامه، فده موجود عندنا ان شاء الله. طب حضرتك انتوا كلكم قبيله واحده ولا كذا قبيله؟ لا، احنا مجمع من عائلات رفح، اهل مدينه رفح، كبار العائلات، مندوبين على العائلات. يعني مثلا مش القبيله نفسها اللي حصل فيها المشكله هي اللي راحه بس لوحدها، لا كله كل عائلات وقبائل، كذا قبيله، كذا عائلات وقبائل مع بعضنا. ودلوقتي المفروض ان هم كده متجمعين، وان شاء الله بقى نطلع دلوقتي على القريه الثانيه هنا في بير العبد، ونشوف بقى القعده هيعملوا فيها ايه.
الله يمسيكم بخير. الناس دي كلها جايه ليكم عشان خاطركم، بقول لكم احنا غلطانين ومدانين وما نبارك لكم. طبعا احنا استأذنا ان احنا نصور عشان حاجه زي دي ما ينفعش طبعا نصور كده وخلاص، والحمد لله يعني هم وافقوا، فان احنا نوثق حاجه زي دي برضه حاجه كويسه، ان ما حدش يعرف الحاجات دي ولا بيشوف الحاجات دي على ارض الواقع. مرحب بكم جميعا من ممشاكم لملفاكم والديوان ديوانكم. اولا البني ادم لا بنباع ولا بنشري، ولو بدك تبيع بني ادم ما تحط فيه كنوز الدنيا ما شبعناه، ولكن الموت واحد وتعددت الاسباب، ولكن الحمد لله على قضاء. واللي حصل احنا بنقول غير مقصود، والغير مقصود احنا قبلناه وقلنا اجرنا على الله، قلنا اجرنا على الله. وكل حاجات ربنا سبحانه وتعالى. لا عايزين منكم فلوس ولا مال ولا اي حاجه، واحنا مسامحين والاجر على الله. من ممشاكم لملفاكم، للعراشيه والمرازقه وجماعتنا اولاد سليمان واولاد علي، احنا فايتينها للكل، كل من جانا احنا فايتينها ليه، ولجماعتنا زواد المجوس كمان فايتينها ليكم، فايتينها ليكم. بيض الله وجهك. الله رايتكم بيضة، رايتكم كلكم يا زواج. الله وجهك يا عمي، ما حدش واخذ من الدنيا حاجه، ما حدش واخذ من الدنيا حاجه. بيض الله وجوهكم. هذا ابو للولد. والله انا يعلم قالوا ابنه في امتياز ودكتور، قلنا احنا مسامحين. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا يقول كلمه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا اهل مدينه رفح جينا اليوم لكم يا حبايبنا اهل الزوايده، نطلب منكم العفو والرحمه والمسامحه. واحنا اهل سينا عموما تربطنا عاداتنا وتقاليدنا الاسريه والقبليه والعائليه من قديم الزمان، اللي احنا استقيناها من الدين الاسلامي من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما اجمل العفو عند المقدره. الحمد لله. فالعفو والمقدره من صفات المؤمنين، من صفات سيد المرسلين عليه الصلاه والسلام. احنا لها وعفونا عنكم. الله يحييك. كل اهل رفح، الله يبارك فيك. نرجو من الله سبحانه وتعالى ان يرحم المرحوم ويرحمنا جميعا ويتغمدنا ان شاء الله بالخير باذن الله تعالى. واحنا دائما خدامكم واهلكم من رفح، وانتم اهلنا برضه هنا من في بير العبد تحت امر الجميع، واحنا عيله واحده واهل واحد وربع واحد اهل سينا عموما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واحنا مسامحينكم مسامحين واجرنا على الله. احنا استاذنكم فريده يسلم على ابنها بس ابو الحاج سليمان، ده اخوها الكبير، ده اخوها الكبير، ده اخوها الكبير، ده ابنها. الله يجعلها في الجنه. مسامح كريم يا جماعه، احنا مسامحين. الحمد لله. تفضلوا خلاص، تفضل حاج، تفضلوا. يعني ما شاء الله الموضوع بسهوله وبساطه، عفى عن الراجل والموضوع خلص، يعني ما فيش اي حاجه ولا ديه ولا اي حاجه، الموضوع خلص بس بكلمه واحده. يعني دلوقتي بقى بيسلموا على بعض وخلاص هم ماشيين. الكرم ويجعل دائما مقعدكم عمار وبيض وجوهنا كلها. يعني بيض وجوهنا كلها. جماعتنا الزوايده الله ينور عليك ونعم الناس وهم طلبوا العوض من الله ويعوض الله. هو يصلح اللي حصل ده يعني هو 100% غير مقصود. ونعم. والحمد لله رب العالمين على كل شيء. شرفتونا الله والخربه كلها واحد، زوايده وربايعه واحد والله كلنا واحد. حياكم الله وشرفتونا جميعا. وطبعا ما كانش ينفع نيجي العريش من غير ما نجرب اشهر الاكلات اللي اهل سينا معروفين بيها. النهارده بقى هنجرب الفطار العرايشي الاصل، فما ينفعش نيجي العريش وما نجربش الاكل يعني. يلا بينا.
الفطار العرايشي بيختلف ايه عن الفطار المصري العادي؟ انا شايف ان هو مختلف تماما. مختلف تماما صح؟ ايوه. في دقه طماطم بالشومر او الشبت بتقولوا عليه. في سلطه الجراده. يعني ايه سلطه الجراده دي؟ سلطه الجراده بتبقى بذور جراده. تمام. بذور جراده دي بتبقى من الشبت. مالهاش علاقه بالجراده عشان بس الناس لا مش مالهاش علاقه بالجراده خالص. تمام. افوكاتو بزيت زيتون. بزيت زيتون. تمام. في افوكاتو بالبيض وبالبصل. افوكاتو بالبيض. الطعميه عندكم شكلها طعميه بالحمص. طعميه بالحمص. في حمص بالسجق، فول بالحمص. فول بالحمص. فول بالحمص. دي بيض بالعجوه. بيض بالعجوه. عجوه سيناويه، احنا العجوه دي بيعملوها في سينا نظام على الشمس بينشفوها. لا هو اولا المنظر كده مفرح وتحس ان هو حاجات مختلفه تماما بالهنا والشفا عن اي حاجه انت ممكن تكون كلتها قبل كده في مصر. العيش ايه بقى؟ ده فطير. اسمه فطير. فطير عرايشي. فطير عرايشي. يعني اغلبيه الناس عندنا بتعمل كل وجبه بوجبتها الفطير دوت. فكره ان انت تبقى موجود في مصر بس مدينه ثانيه عندها فطار مختلف تماما عن الاكل اللي انت متعود عليه حاجه غريبه يعني. خلينا نجرب البيض بالعجوه العرايشي. مزيكا افوكادو زيت زيتون. انا ما عنديش مشكله افطر الكلام ده كل يوم يوميا عادي. ايه اشهر بقى الاكلات في العريش؟ هنا في الاكله الشهيره اللي بيسموها اللصيمه. احنا النهارده جينا نجرب واحده من اشهر الاكلات اللي مشهوره جدا 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 في العريش، وهي اكله شعبيه مش اي حد يعرفها، غريبه، مشهوره في العريش ومشهوره كمان في فلسطين، وهي اللصيمه. الشباب بيطلعوا دايما طلعات كده في البر، وما شاء الله انت لما تمشي على الطريق هنا تلاقي كل العربيات واقفه والناس كلها قاعده مخيمه بالنار، معاهم كل حاجه، الحلل وكل حاجه. فاحنا جايين هنا مع الشباب هيجهزوا اللصيمه ونجرب بقى اللصيمه. انا جربتها قبل كده بس نجربها تاني بقى معاهم ونشوف الكلام بيقول ايه. مكوناتها ملح وفلفل وطماطم وبتنجان، وبتتعمل الخلطة مع بعضيها. لها 3 مسميات: قرصة ولبة ولصيمة. بيحط البتنجان كده زي ما هو في النار. عجين في الرملة. وهو الملة دي علشان ما تتحرقش. تمام. العجينة تحت الرملة. واحنا السخن عمره ما بيلزق على البارد. على فكرة طريقة العيش دي عملناها قبل كده في مرسى علم مع بدو العبابدة. بيعملوا نفس الطريقة كده. بتسيبها قد ايه بقى؟ يعني بتاخد لها الوش، بتتقلب على الوشين. الوش الاولاني بياخد له حوالي ربع ساعة، والوش الثاني برضه ربع ساعة. طب هانت. من اول ما لونها اتغير كده وبدات محمره شويه، بص كده استوت. شايف؟ وبتحط على ايدك عليها، بص كده كده تمام كده استوت. انا مش شايف فيه مشكله لا ولا اي حاجه، انا بالعكس انا بقول لك احنا كده بنقطع العجين حتت صغيره زي كده، بص زي كده. كله بيفت. ايوه عشان لا يا راجل صينيه زي ما انتم شايفين كده هي يعني شكلها مش احسن حاجه، بس اعتقد طعمها هيبقى احلى. طعمها كده صح؟ انا عارف، انا جربت قبل كده. ده يا باشا لا استاذ كريم هشوف لو محتاجه هقول لك. يا عم امسكوا في ده كده، استنى بس منظر بس. ايوه كانك بتاكل من ايوه خليه يقول شوف. لا اكل صحيح، اكل قويه دي. قرب ولا معلم؟ مسخن صوروا رياكشنات يا ولاد. لا جامده والله، جامده زي ما قلت. هي شكلها مش احسن حاجه بس طعمها جامد. جايين نتغدى عند الراجل ده.
حارون. محمود صديقي من زمان، عازمنا النهارده بقى على الغدا. اكله ايه؟ المقلوبه. مقلوبه. اكله عرشيه وفلسطينيه يعني في نفس الوقت، اشهر اكله عندنا يعني. تحط الصينيه دي تحت. هتعمل ايه دلوقتي؟ هنقلب المقلوبه. دي اهم حاجه في العمليه. بسم الله يا باشا ما تقلقش. امسك من الجناب ولف. بص ايا كانت النتيجه ايه الناس هتشوفها. يا نقلب صح، بس هي تقيله في استنى كده. بسم الله. انزل بقى هنا. بص اهو. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. لوحه فنيه. ترى مش اي حد يقلب يعني يطلع كده بالشكل ده. دي ده لوز وزبيب. هل حد كان يتخيل ان مصر فيها مقلوبه؟ يعني تبقى من ضمن الاكل الشعبي في مدينه ما؟ انا ما كنتش اعرف صراحه، يعني لو انتوا تعرفوا قولوا لنا. بس هي المقلوبه المعروف مثلا فلسطين، الاردن، لكن تبقى في مصر اكله اهل العريش دي اول مره اعرفها. نجرب بقى. قيم. من غير زبادي عالميه والله حكايه. ده ايه في الكتاب على كده؟ طبعا فلسطينيين كتير جم استقروا في العريش لان هي اقرب مدينه لغزه. في ناس طبعا جت هنا واشتغلت وفتحت بيزنس. دول شباب من قبيله زعرب عملوا كنافه نابلسيه لاهل العريش. فتعالوا بقى ايه نشوف ايه الدنيا. في كنافه حلوه. بص احنا بنعمل كنافه نابلسيه وكنافه عربي، وبنعمل بقلاوه ونموره وجلاش بالقشطه. هي الحاجات الفلسطينيه يعني. جربت الكنافه بتاعتهم قبل كده؟ والله. ايه رايك؟ حلوه؟ ولا في احلى؟ لا مفيش احلى. انتوا بالكم قد ايه في مصر؟ بقالنا 3 سنين. احنا جينا بعد الحرب ب3 شهور، حضرنا 3 شهور من الحرب وجينا. لما جيتوا بقى هنا يعني كان سهل انتوا تفتحوا بيزنس ولا كان الموضوع ايه الدنيا؟ بص انا اول حاجه كنت فاتح انشطه السياحه من 5 سنين، من 2021. قبل الاحداث كنت لوحدي هنا. فبعد كده نزلت غزه، يعني ما خلص الامور مشيت معايا يعني هنا، بس خلص يعني اضطريت ان انا انزل على غزه يعني. فاتجوزت واموري مشيت في غزه، ولما صارت الحرب فاضطرينا نطلع. يعني احنا معنا جنسيه مصريه، مكتسبين جنسيه، احنا زعرب عيله رفح الفلسطينيه، احنا عيله كبيره يعني جدا. فبالتالي احنا طلعنا من المعبر بعد 4 شهور من الحرب، وجينا هنا. ابويا ضل هناك في غزه، ما عرفناش نعمل اي شيء غير يعني نشوف ايش نعمل. وكان الامور كانت ساخنه شويه، ما كانش حد بيعرف ايش اللي ممكن يحصل او ايش اللي ممكن يصير يعني بعد هيك. فالامور بعد هيك يعني تغلبنا شويه. اجى ابوي، بعد ما اجى ابوي الحاج حط ايده معانا ووقفنا على ايدنا، رجع لي الشغله الصنعه يعني، رجعنا واشتغلنا مع بعض. الناس هنا في العريش اصلا كانت عرفيتني يعني في المحل انشطه السياحه. انا اول واحد فتحت هنا نابلسيه في شمال سيناء، في كل شمال سيناء انا اول واحد فتحت. وبعد هيك جينا فتحنا هنا والناس عرفيتنا، فالامور الحمد لله مشيت معنا وانبسطنا هنا وتعرفنا على ناس كتير اكثر من حد يعني. شباب هنا وقفت معنا ويعني ما قصروش. يعني ما حدش رخم عليك ولا لا بالعكس احنا مرتاحين جدا هنا يعني، زي بلدنا يعتبر. والعريش يعني باعتبارها فيش بينها وبين بلدنا احنا رفح الفلسطينيه 40 كيلو. بتلاقي التالي الجو نفس الجو نفس المناخ، نفس العادات، التقاليد نفس بعض. عايزين نجرب كده ايه الدنيا. تسلم يا باشا. نابلسيه؟ ما شاء الله. دي قهوه ضيافه مع حبيبي النابلسيه. تسلم. لا جامده والله. اللي هي مش مسكره اللي بتجزع، ولكن يعني تجمع ما بين هذا وذاك. بقالي يعني مثلا
7 سنين بحاول اجي العريش، كان صعب جدا الواحد يجي لان كانت الدنيا في مشاكل هنا فتره ما، عقبال ما الدنيا اتظبطت والبلد بقت الحمد لله كلها زي الفل زي ما انتم شفتوا كده جميله، فالواحد قدر يجي بقى، يعني قدر يجي بقى يشوف العريش دي عامله ازاي. اتمنى طبعا ان انا اقدر اجي تاني ان شاء الله باذن الله. البلد فيها كل حاجه، اكل، ناس، اجواء، بحر، كل حاجه فيها، يعني تربه خصبه ان تعمل منها حاجات حلوه جدا جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكون عجبتكم العريش، ولو ما زرتش العريش لازم تيجي وتزور. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام.